بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معنا قصة من بلجيكا، من أخت تعيش في أخت مغربية مغتربة في بلجيكا. مع الاستغفار 30,000 استغفار إن شاء الله. وأخت أخرى من الجزائر، وأخت من السودان. خلينا نسمع قصصهن واحدة تلو الأخرى، وفي هناك أسئلة إن شاء الله نلحق نجيب عليها. يلا شوي نسمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخت مريم، أريد أن أبلغ آية. بدأت الاستغفار في أواخر شهر 7. كانت لي مشاكل كثيرة، كنت أقاسي وأعاني من كثير من المشاكل. مرضت مرضا شديدا في شهر 7. سبحان الله، كان ذلك بعد قراءتي لسورة البقرة 3 مرات على التوالي في جلسة واحدة. كنت رأيت فيديو لفتاة تتكلم على سورة البقرة. آنذاك لم أكن أعلم بقناة محمد حجازي. سمعت هذه الفتاة تقول أن لاستجابة الدعاء علينا أن نقرأ سورة البقرة 3 مرات، فقرأتها وسبحان الله في اليوم التالي مرضت مرضا شديدا لدرجة أنه أجريت لي عملية طارئة. لم أفهم ماذا يحدث، كنت أبكي. وفي نفس الوقت في هذه الفترة التي كنت أعاني من الألم كنت أبحث عن حل لهذه المشاكل وحل لما أصابني. فوجدت قناة أخانا محمد حجازي يتكلم على الاستغفار، فبدأت على الفور استغفار، لحكم أنه يقول أننا نتعذب بذنوبنا التي تتراكم، وأن لنا جبالا من الذنوب وبسببها نتعذب، وبسببها حياتنا قاسية، وكل هذا الذي نعانيه فهو بسبب ذنوبنا. فبدأت الاستغفار، وسبحان الله في فترة المرض كنت أستغفر بأعداد متفاوتة، لكن يوم خروجي من المستشفى ذاك اليوم استغفرت ب30,000. كانت أول مرة أستغفر فيها ب30,000. في الليلة نفسها نمت، فحلمت أو رؤيا أو لا أستطيع أن أقول، رجلا يلبس أسود ويجري من ورائي يريد أن يمسك بي، وكنت أجري أجري أجري. دخلت إلى بيت كانت فيه فتيات كثيرة، وكل الفتيات تريده أن يمسك بي. في اللحظة التي أردت أن أغلق فيها الباب كان أمامي، ليس لدي مفر منه. وسبحان الله تبسم وقال لي الآن اذهبي. سبحان الله، استيقظت، حسيت أنها رؤيا، لأن هذا أول يوم أستغفر فيه ب30,000، وأنني مرضت فورا بعد قراءتي لسورة البقرة 3 مرات ليست صدفة، كان شيئا غريبا جدا. ففي هذه الفترة استمريت بالاستغفار، وأردت أن أصل إلى 30,000. كان صعبا في الأول، لكن الحمد لله الله أعانني واستمريت في الاستغفار، وقطفت الكثير من الثمار. الحمد لله صلاتي في وقتها، كنت
أراقب ذنوبي، أراقب كلامي، أراقب تصرفاتي، والحمد لله راحة نفسية لا تتصور لا تتصور. زوجي كان منذ سنين قاسي، كلامه ليس جميلا، لكن الحمد لله منذ أن بدأت الاستغفار والله العظيم أصبح كلامه رائعا معي وحنونا جدا، ويقول لي كلاما لم أسمعه حتى في فترة الخطوبة، سمعته. بس نتوقف عند هذه النقطة قبل أن ننساها. هذا بالنسبة لمرأة متزوجة كلام معسول طيب جميل يخرج من القلب، قلب زوجها لها بسوى الدنيا وما فيها بالنسبة لها، وكانها ربحت 100 مليار دولار. نعم، أن ترى هذا الاحترام وتشعر بهذا الاحترام متى وجدته؟ عندما لزمت الاستغفار. وكان الله كان يعذبنا ويسلط الأزواج علينا ويسلط الزوجات علينا والأولاد علينا والمعلم بالشغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فعشان تعرفوا ما تمروا على الكلام مرور الكرام، ما تمروا على الكلام والله صار جوزها عاملها مليح. هي كانت يمكن تحلم كل حياتها انه تعيش هذه الحياة، حتى في فترة خطوبتها قالت هي الحقيقة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا. أي متاع حسن لما الزوجة سليطة اللسان على الزوج والزوج سليط اللسان عليها ولا يطيقها، يحب كل الناس إلا هي، حاشا لله، لا يتماشى. فمع الاستغفار يستقيم كل شيء. الزموا الاستغفار وستروا وراقبوا التغييرات التي تحدث معكم. نستمر مع القصة. بعد الاستغفار سبحان الله، والأعجب من ذلك كله هو أنني أنا في الديار الأوروبية أعمل مع أناس بصراحة ليست لهم ديانة، لا يعترفون بشيء، وكنت طلبت منهم منذ 8 سنوات أو أكثر، طلبت منهم أن أضع حجابي داخل المكتب، لكنهم رفضوا رفضا تاما لا مجادلة فيه، وكان هذا يحز على قلبي. وكنت بصراحة كنت أتألم بصمت، لأنه حجابي كان أهم كل شيء، ولكنني لم أستطع أن أضعه في عملي. وسبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم، بعد مداومة الاستغفار طلبت منهم نفس الطلب، وهذه المرة كانت عندي ثقة كبيرة بالله، وقلت لو رفضوا لن أستمر في العمل. سبحان الله، ثقتي كانت كبيرة في الله، وطلبت منهم أن أضع حجابي في العمل. تخيلي أنهم قبلوا، لم أفهم شيء. والأغرب من ذلك أنني يمكن أن أصلي في العمل مع أناس ليست لهم ديانة، أن أصلي وقت الصلاة في العمل وأضع حجابي كمسلمة، كان شيء لم أتخيله في حياتي. والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا أستطيع أن أصف لك فرحي بهذا. جماعة، هذه القصة مهمة جدا، هذه القصة مهمة جدا. اعذروني أني بوقف على نقاط فيها. عندما يمنع الحجاب في دولة أوروبية أو حتى بديار المسلمين، يمنع الحجاب من المؤسسات الحكومية، برأيك ليش؟ شو رأيك؟ مش لأنه صاحبة الحجاب لا تصون الحجاب، فقط لابسة على رأسها، لا تمثل الإسلام بشيء، لربما لبس ضيق، رغيبة، نميمة. الله لا يريد أن تكوني ممثلة له لدينه بهذا الحجاب الذي هو فقط شريطة على الرأس، قطعة قماش على الرأس، لا أخلاق ولا صلاة ولا كلام ولا أنت تشبه ما يريد الله. عشان هيك مش تقعد تعيطوا لماذا يمنع الحجاب، قولوا ماذا فعلوا الذين يلبسون الحجاب مع الله، ماذا أساءوا أدب حتى نهاهم
حتى يلبسوا هذا الحجاب. حطوا، فكروا غير شكل، وقفوا في المكان، يعني انظروا من منظور آخر. لما بتتوبوا إلى الله وتلزموا الاستغفار يفتح الله عليكم. ستقرأوا السورة الصحيحة: يد الله التي تعمل، يد الله التي تعمل وتسلط هؤلاء عليك. لا يريد الحجاب، لا يريد صلاتك. ليش؟ لأنك أنت أول شيء صلاتك لربما باطلة من باب غيبة ونميمة، تسب هذا وتشتم هذا. يا رسول الله إنها تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تلهي جيرانها في لسانها. قال: لا خير فيها فهي في النار. حديث المفلس: لربما أفلسنا ونحن في هذه الدنيا بحديث المفلس فأكبنا الله بالنار. أو لربما ذنوب خلوات تحلق الحسنات. أو لربما الأنا كبيرة عنا فهذه ولئن أشركت لا يحبطن عملك. لازم نعرف ليش بيصيبنا هيك. لماذا يمنع الحجاب؟ لأنه صاحب الحجاب بيستهلش يلبسه، لا يمثل الإسلام. الله مش غير راضي عنه بهذا الحجاب الناقص. لربما اللبس غلط، لربما أخلاق التي تلبس الحجاب غير صحيحة. وكذلك الرجل كذلك. ديروا بالكم، اقرأوا الصورة صحيحة. نستمر عذرا. نقاط مهمة جدا جدا لا تتجاوزوها. هيك مرور الكرام، سنين لم تستطع، لم يؤمنوا بالله هذول الذي تعمل معهم، فعندما سبحان الله تابت ولزمت الاستغفار تبدلوا، وإن شاء الله أنهم يهتدوا سبيل على يديها. كانت هذه ثمرة من الثمرات التي تتمناها أية محتجبة، هي العمل بحجابها في أوروبا بصراحة، لأن الوضع صعب للمسلمات هنا. والحمد لله. غير أخلاقكم، توبوا إلى الله يا مسلمات في أوروبا وفي غير أوروبا، وشوفوا كيف أنه ستكونوا سبب في التأثير على الجاليات الغير المسلمة بأن يعتنقوا الإسلام بالأخلاق، مش فقط لبس وغيبة ونميمة وسب وشتم وإباحيات وغناء وطرب ورقص وبالحفلات وفي كل مكان. ديروا بالكم. لا، أنا الآن أضع حجابي، أصلي، لا يفوتني فرض، مع أنه قبل ذلك كنت أصلي صلاة اليوم لما أدخل البيت، والآن الحمد لله صلاتي في وقتها. هذا كرم كبير من عند الله. زوجي الحمد لله تغير، أحس براحة نفسية غير عادية الحمد لله. ثقتي بالله كبيرة. لا أدري ماذا أقول، ولكن حياة غير التي كانت عندي قبل الاستغفار والله العظيم. والآن أنا أستغفر ب30,000 كل يوم والحمد لله، وأطلب من الله عز وجل أن أستغفر أكثر وأكثر وأكثر، وتكون لي ثمارا أخرى إن شاء الله. هناك ثمار كثيرة، بس يمكن أنني نسيت بعضها، لأن هناك تفاصيل حياتية غريبة. بس يوما ما أردت أن أذهب إلى الطبيب بعد العملية الجراحية، وسبحان الله لم أكن طبيب. الذي عمل العملية الجراحية كان رجلا، فقبل ذهابي إلى الطبيب كنت أتردد. قلت لن أذهب لأنه رجل، وأنا لا أريد أن يفحصني رجل، لا أريد. وكان يحز على نفسي كثيرا كثيرا. وسبحان الله لما كنت في قاعة الجلوس أنتظر، كنت أقول في نفسي أذهب أو لا، وأتردد وقلبي يحترق. لم أستطع الدخول إليه. وسبحان الله لما دخلت كانت طبيبة. من أين أتت لا أفهم. لم يكن هو، لكن كانت هناك طبيبة التي فحصتني. فكانت سبحان الله صدمة.
هناك الكثير، لكن الحمد لله أعظم ثمرة هي حجابي لحد الآن، والراحة النفسية، وإن شاء الله عندما تكون لي ثمار أخرى سأبلغها. وأقول لجميع الفتيات، أقول لهم التي تريد أن تضع حجابها ولا تستطيع في الديار الأوروبية ولا في بلاد أخرى، عليها بالاستغفار والتوكل على الله. والله نصرة للإسلام، إنها نصرة للإسلام، عليها بالاستغفار. أريدك فقط أختي مريم أن توصلي هذه الرسالة إلى أخانا محمد حجازي، جزاه الله خيرا عنا، ليبلغها لكل امرأة تريد أن تضع حجابها، عليها بالاستغفار، أن الإسلام هو أقصر طريق للنصرة، وأقصر طريق لكل شيء، لكل ما نريده. التوبة. وشكرا لك أختنا مريم. آسفة أخت مريم إذا كانت التوقيت متأخر جدا، ولكني أردت أن أبلغ الآية، وأشكركم كثيرا لأنكم بعد الله سبحانه وتعالى غيرتم حياة الكثير من الناس، والحمد لله كثيرا، والحمد لله على نعمة الاستغفار. وأشكركم كثيرا وجزاكم الله خيرا عنا. نعم إخوتي الكرام، يعني سبحان الله، عندما تكون المرأة المسلمة على قدر من الأخلاق التي تمثل دينها سيرضى الله لها، ورغم أنف الأعداء ستصلي وسيهيئ لها الله كل شيء كما تريد، حتى الممر، حتى الطبيبة، لأنها صدقا أرادت طبيبة. تعرفوا شو بيتعرضوا نساء المسلمين؟ فحوصات، ما فيش عندهن ذكر ولا أنثى هناك. يا المرأة عندها فحص للنساء بتفوت عند الدكتور طبيب العادي وبتعمل فحص وهكذا، لكن عندما تكون تعود الفطرة السليمة ستستحي أن تقف بين يدي طبيب. وهذا لما أنت بتكون إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل، لن يفحصها دكتور إلا أنثى طبيبة. فهيك لما تكون همك إنك أنت تنصر الدين وتمتثل لأمر الله، فأبشر أبشر أبشر أبشر، سيعطيك الله كل شيء. لكن لما بتلعب، دير بالك أختي الكريمة من الذنوب، أختي الكريمة دير بالك من الذنوب. ذنب واحد قد يذهب لك كل هذا، تفطر العزيمة وتعودي لسابق عهدك. ديري بالك، ذنوب، كلمة، غيبة، نميمة، مزح، لعب، هكذا فرحة، تروح على حفلة، ديري بالك، خليكي متقي الله، تخافي الله. هذه قصتنا الأخرى إن شاء الله من الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. قصة أخت مستغفرة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شيخنا الفاضل والمشرفة مريم. بداية قصتي هي أنني أتعبتني الأسحار والرقى. بعد رقية وجدت عندي تعطيل، هذا من سنوات، وبعدها تزوجت وأنجبت ولد، وعشت مع زوجي، وبعدها تم الطلاق، وعدت لأهلي ومعي ولد، لا عمل ولا دخل، وأبي متوفي، وحالة أهلي لا يعلمها إلا الله، ليس من الفقر لكن من الأمور المعسرة في الرزق والأسحار والحسد الذي دمرنا حرفيا. أصبحنا في دائرة الرقى، كل مرة نبحث عن أفضل راقي، وما لنا ذهب في الرقى والمتابعة معهم، وكلهم لا يزيدوك إلا مرض، وأغلبيتهم إلا القليل منهم يحاولوا أن يسوك من حالتك، وبأنها صعبة جدا، وأن عدد السحرة كبير، وأن السحر موروث. تبقى في دائرة قلق ورعب، في كل ورعب نفسي تكاد تجن من الأفكار ولا حلول لها. لهذا كلهم يقولون إنكم مبتلون، ادعوا لنا
أما أنا فما كان كلامهم يقنعني، لأني قلت لهم بأننا ضيعنا جيل شبابنا معهم دون فائدة، وكنت بفضل الله أؤمن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وكان الذي يجول في خاطري هو قراءة سورة البقرة. فذهبت إلى محرك البحث في اليوتيوب وكتبت عن فوائد سورة البقرة وإبطال السحر. ظهر لي عدة فيديوهات، تقلبت بين هذه الفيديوهات وفجأة أجد عنوان فيديو أنه كيف الله أبطل السحر بالاستغفار وسورة البقرة. دخلت ووجدت قناة الشيخ محمد حجازي. سمعت، ومنذ أن فتحت الفيديوهات وتابعتها صدقت كل كلمة قالها، وألقى الله القبول له في قلبي، وإن اتبعتيه إن هذا من ستجد الحل عنده. هو صادق منذ الفيديو الأول سنة 2022 بتحديد الشهر الأخير من ديسمبر. أخذت مسبحة الخرز وأخذت أستغفر ولم أعرف العدد، وأقسم بالله أنه لم يكن عندي حتى ثمن المسبحة الإلكترونية الذي هو زهيد جدا. انتظرت أياما حتى أقبض راتب النفقة واشتريت منه مسبحة إلكترونية. أتذكر أنني وصلت لعدد 5000. فرحت، لكن كان هدفي هو 30,000، وقلت يجب أن أصل لها في أسرع وقت. اجتهدت جدا جدا، وبعد أسبوع وصلت لعدد 30,000 وطرت فرحا وكأنني ملكت العالم، وكأنني أحسست بالشمس تسطع من الكهف المظلم. ظللت فيه أنا وأهلي لسنوات، يا الله لم أنسى ذلك اليوم ما حييت. ظللت أستغفر ولا أنزل على 12,000 مرة حين أكون مشغولة، وأصل إلى 30 وال35 وال40 منذ بداية الاستغفار. تأججت المشاكل وتواصلت مع الشيخ وقتها، وقال لي أن بيتكم معشش بالشياطين، استمري بإذن الله ستري النور أنت وأهلك. سمعت كلامه، لكن وصلت إلى شهرين من التعب. مع الأسف أيضا توقفت عن الاستغفار، وبعد أسبوع جرني الله إلى قناتك جرا، فعدت كنت كل مرة أستغفر ثم أتوقف. وبعد أشهر لا أعرف من ممكن سنة بعدما سمعت قصص الناس التي بعدي أن قطفت ثمار الاستغفار وإبطال سحرهم وتزوجوا واشتغلوا، روح التنافس الداخلي. فقررت مهما حدث لي هذه المرة لن أتوقف، سأستعين بالله. وفعلا بعد 6 أشهر خطبت، والخطيب وافق على أن يعيش معي ابني. يا سبحان الله، بعد 5 أشهر تم الزواج والحمد لله. ولكن مرة أخرى قللت الاستغفار وحدثت لي مشاكل. كنت أنا أنفصل مرة ثانية. تواصلت مع مشرفة آنذاك فنصحتني جزاها الله خيرا بالإكثار من الاستغفار، وعدت بقوة. والآن عندي 1 و3 أشهر. أنا حامل الحمد لله بابني عمره 15 سنة. أنا التي تعبت من الأطباء يقول لي عندك تكيسات، وأنا التي تعبت من كلمة عندك سحر على الرحم. الحمد لله بعد كل هذا يا ربي ترزقني. فرحت جدا. أسألكم بالله الدعاء بثبات الحمل، لأنه أتعبني، لأنني 40 والولادة سهلة يا رب، وأن يكون ولد صالح معافى. فزوجي عنده فقط البنات، يتمنى ولد صالح. وجزاكم الله خيرا يا عم حجازي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقك الولد الصالح الذي ترزقين بره إن شاء الله، وينبت الله نباتا حسنا، ورزقك من البنين كمان وكمان. الحمد لله رب العالمين. قصة ما شاء الله تبارك الله. صراحة في عندي كلام عن الرقاة، يأتوا بأسماء ومسميات تابعة، وكلام يأتوا من هنا والزهري، وكلام يعني وكانوا يعني يؤججوا عندك سحر وعندك 100 سحر. لا ننكر الأسحار، لا ننكر الأسحار، لكنه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الأمر بيد الله. سؤال لماذا سلطه الله علينا؟ قلت في سببين. أول سبب عشان تعرف ما معنى السحر وتتخذ هذا الشيطان عدو دون مهادنة أبدا، تبقى يعني دائما اليد على الزناد مع هذا الشيطان، يعني تائب إلى الله، قريب من الله، تلجأ إلى الله بكلك، وتاركا لهذه الذنوب التي تعظم
تعظم هذا الشيطان، تسويه كبير عظيم أكبر منك الذنوب. فلما بتتوب يصغر حجمه ويصغر تأثيره عليك. وهذه يعني مسميات يسمونها وكأنهم على أساس يعني وكأنهم بيعطي حاله شهادات بهذا الكلام. أنا متأكد إنه الرقاة أغلبهم كلهم مسحورين وممسوسين، 1,000,000% ممسوسين ومسحورين أغلبهم، وقد أجزم منهم كلهم ممسوسين. نعم، إذا كان رسول الله قد سحر فأنتم 1,000,000% مسحورين. عليكم أن تتوبوا إلى الله وتلزم الاستغفار وتلزم سورة البقرة، وكفى لهذه المسميات. كل شيء مربوط في الذنب، كل شيء، هذه الأسحار والعيون والتعطيلات كل ما شفاها الله. وهي حامل الآن بعد ما سموها إنها عندها تابعة وعندها أشياء كثيرة. عذرا في كلام سابق كان مع التابعة مشي، لكنها يعني عملوا لها أسحار. خلاص، مهم إنه عندك سعر. سبب السحر ذنوبك، بتتوب يرفعه الله. سبب الدين ذنوبك، تتوب يرفعه الله. سبب الضيق هذا وتسلط الزوج والسيد والرئيس وتسلط الأمم علينا ومنعنا من لبس الحجاب والصلاة وأداء عبادتنا ذنوبنا. هل أنا أمثل الإسلام خارج ديار المسلمين بلبسي، بتصرفاتي، بأخلاقي، أم أنا بسود وجه الإسلام بهذه عشان هيك لا يريدوك، سيمنعوك من لبس الحجاب لأنك أنت مش حافظة للحجاب، مش حافظة للأخلاق، وهكذا. هيك زين الأمور. إذا أقدموا على هدم مسجد معين فاعلم إنك المصلين اللي هناك الله أعلم شو بيلعبوا، ربما يخاصمون بعضهم البعض. فلا يريد الله مسجد فيه فقط خصام، كأنه لمسجد أسس على التقوى خير من مسجد ضرار. نعم، نأخذ القصة الثانية من السودان. القصة الثالثة من السودان. السلام عليكم ورحمة الله. أخذكم من السودان، عايزة أحكي لكم قصتي مع البغرة والاستغفار. أنا إن شاء الله بديت الاستغفار منذ شهر 4 2025. مسكت الاستغفار في الأول، أول حاجة أنا مسكتها اللي هو الاستغفار وبأعداد كم ألف يعني، لكن لم أصل 30,000 أبدا. الشهر الأول والشهر الثاني صراحة من أول استغفار أو من أول 100، وهذه حقيقة يعني سبحان الله، الواحد بحس براحة. من أولى الثمرات أنت ممكن تخطفها، ثمرة الراحة النفسية، ثمرة الطمأنينة، وهكذا لما تصل لإنك أنت تخطف كل الثمرات. فالحاجات اللي واجهتني في مسيرتي، في مسيرة الاستغفار والبغرة، من الأول كان عكوسات وانتكاسات كثيرة، لكن سبحان الله ما دامت، لأنه أنا شمرت في الاستغفار بعد شهرين شمرت، وصلت 30,000. ومنذ ذلك الزمن أنا ما خليت 30,000 أبدا. جيت عشان أمسك البغرة مع الاستغفار، صراحة لقيت صعوبة جدا. من ضمن الصعوبات كانت انتكاسات وهجوم بتاع شياطين شديد الحال والله يعني. ومن هنا أنا بقول للأخوان ما تلتفتوا للانتكاسات وما تلتفتوا للهجوم، يعني طنشوا أي حاجة وخليكم بس في هذا الدرب، لأنه والله العظيم منذ أن استقمت في 30,000. طيب، وزي ما قال عمي حجازي جزاه الله ألف خير، يعني ربنا سخر لنا في طريقنا، ونحن ربنا لو ما داير لنا الخير ما كان سخر لنا ناس يورونا طريق النجاة والفلاح وطريق النور. لأنه يا جماعة يعني الحياة مع الاستغفار، ودي حاجة أنا عشتها حقيقة
يعني عشت عين الحق، شفت بعيني، شفت النجاح، شفت الفلاح، والحمد لله واصلت. بعد ذاك مسكت الاستغفار، بعد 3 أشهر مسكت الاستغفار والبقرة، واصلت، لكن انتكست وتاني رجعت لما غطفت كل الثمرات. يوم 19/8 بلغت أول آية من آيات الاستغفار والبقرة للأخت شيماء في قناة التليجرام. وزي ما قال العم حجازي، كل ما أنت طلعت في المنبر وتكلمت الناس والمسلمين عن تجربتك، كل ما ربنا فتح عليك. من بعد ذلك سبحان الله ربنا فتح علي بأمر، كنت أريد وظيفة وتوظفت مباشرة بعد ما أنا بلغت الآية. وكان نيتي يعني قلت يا ربي أفتحها علي عشان أنا أوري المسلمين أطلع أتكلم إنه يا أخي أنا واصلت على هذه الآيتين، وربي فتح علي بكل الثمار اللي في العالم والله العظيم. وفعلا قد حصل بعد ذاك. وبرضو يا أخوان مع هذه الحاجتين الصدقة يعني تطفي غضب الرب. انت اعمل مغايضة صراحة من اهم ومن نتائج عجيبة والله يا اخوان. زي ما قال عمي جزاه الله الف خير، انك انت تعمل مغايضة وسوف تلقى نتيجة مباشرة. بس خلي نيتك واحدة وما تستعجل، أصبر وما تستعجل، لأنه نحن ذنوبنا يعني نحن متخبطين يمين وشمال، وذنوب مما نصحى لما ننوم نحن في حال الذنوب. فإذا محتاج مننا صبر، محتاج مننا استغفار، ده صبر. فأنت كنت طيلة الوقت كنت بتعمل بتزعل ربنا منك، وبتعمل في حاجات كثيرة ربنا نهاك عنها يعني. فإذا أصبر واحتسب، ما تلتفتوا للانتكاسات وهجوم الشياطين. كل الأعراض التي بتأتي منذ أن مسكت سورة البقرة والاستغفار مع بعض ده حصن إلى يوم الدين، وإن شاء الله ما تنتكسوا. وأيضا أكتبوا دونوا اليوم الذي بديت فيه، أنا دونته منذ أول يوم أول تاريخ، واستمروا وبارك الله فيكم وربنا يثبتنا. وإن شاء الله قصتي دي تصل لعمي وتكون عظة وعبرة لكل المسلمين، وتديكم دافع وتديكم نجاح، وتديكم يعني تديكم ثبات إنكم أنتوا تثبتوا، لأنه ده أفضل آيتين أنت ممكن تعيش معها. شكرا جزيلا. السلام عليكم. نعم سبحان الله. في الماضي يعني أول ما بدأت الاستغفار كانت معي مسبحة 100 حبة، ما كان معي هذا العداد، ما كنتش أعرف إنه في عداد كهذا، كان جديد عهد لربما. كان معي مسبحة، فكل ما عملت مسبحة واحدة يعني 100 أحط شخطة واحد، ولما أكسها هكذا وكأنه 500، وأستمر هكذا حتى أصل إلى 30,000. سبحان الله. كانت الورقة بجنبي ومعي قلم صغير أعمل هذه العملية. نعم معنا. فالمهم أنه علينا أن ننتبه، لربما أنت عمال تستغفر وكنت تشتغل في محل وهذا المحل أغلق، لربما فيه حرام لا يريدك الله أن تستمر فيه، ويفتح الله عليك في باب آخر، وهكذا. وإحنا لازم ننتبه إذا منعنا من أداة صلاة في مكان معين. لماذا؟ لربما إحنا لا نمثل الإسلام الحقيقي الذي يريده الله لنا، لا نمثل الإسلام، نحن فقط نصلي حاطين خمار أو ما شابه على الرأس وخلص، لكن الأخلاق زفت. فديروا بالكم، اعرفوا ماذا يريد الله منا. إذا منعنا من شيء فلا نسب، نقول لا يريدون أن نتقدم. إيش تتقدم؟ أنت بس بتتقدم بالأخلاق السيئة، وتخاصم أكثر وتزداد فجورا وتنفر الناس عن الدين. لما بتتوب إلى الله وتراقب نفسك وتراقب كل شيء بأوامر الله وامتثاله سيتغير الحال. نعم سيتغير الحال، حتى هذا عدوك سيحبك، سيحترمك، سيقدرك. كون نموذج يحتذى به. هي الصحيح في عندي كلام هذه القصة التي من بلجيكا، لو أني انتبهت لها والله سمعتها معكم يعني، كنت أرجيها لدرس آخر.
نسيت في كمان درس آخر امبارح قريته في درس، يعني وأنا خلال الدرس رسالة قلت سأجيب عليه في سؤال آخر. أي طبعا هي في قادم الأيام سأراها، اليوم غدا هكذا. الحمد لله رب العالمين. الله يفتح عليكم ويرضى عليكم وييسر أموركم. خلي المسبح تكون معكم، واستغفروا وعلموا الناس، ولا لا تلتفتوا للمنظرين، لا تلتفتوا، توبوا إلى الله. الله يهيئكم. قصص ما شاء الله تبارك الله، هذه قصص ومواعظ للمغتربين، ولا تستعجلوا. نأخذ هذه الرؤية وهي هاتف. هذا التعليق عندنا إن شاء الله للمرة الألف: لا تتعجلوا قطف ثمار الاستغفار. أنا بعد شهرين استغفار سمعت هاتف وأنا نائمة يقول بدك سنة لتبدأ تنقص ذنوبك، وها أنا بعد سنة أحوالي تغيرت جدا للأفضل، وأرى معية الله في كل أموري، والأمل بالله إنها ستزداد جمالا. نعم الحمد. وأنا أقول لكم الأمور بتصاعد. أول أسبوع لا يشبه بعد شهر، بعد شهر لا يشبه بعد شهرين، بعد 3 لا يشبه، تصاعدا. عطاء الله متصاعد، الأمور تهدأ، الأمور تتغير معك. نعم بعد سنة سيكون ليس كما بعد شهرين أو 6 أشهر. كل شيء بازدياد. كالذي يتعلم بأخذ BA ثم MA ثم PhD ثم بروفيسور، وهكذا تتطور مع الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.